وسهلا. المشكلة دي بقت مشكلة العصر فعلا. ستات كتير بيبعتولي: أنا زوجي بيكلم بنات، أنا زوجي يعرف واحدة عليا، أنا زوجي بيحب يبص على البنات بصباص عينه زايغة. المشكلة دي فعلا فعلا بقت منتشرة جدا بشكل رهيب، وأغلب الستات ما بيعرفوش ازاي يتعاملوا معاها بشكل صحي وشكل بيأثر عليهم هما في النهاية. معاكم الدكتورة هند عزت، أخصائية نفسية دكتوراه في الصحة النفسية. لو لسه ما اشتركتش في القناة أتمنى تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. أول حاجة يا ست الكل، أنا عارفة إنك متعرضة كويس قوي لمشاعر صعبة جدا، مشاعر كلها إحساس بعدم الثقة في النفس وعدم الثقة في اللي حواليكي، وإحساس بالخذلان، إحساس بالذنب وجلد الذات، إحساس بالقلق والخوف والتوتر، إحساس بالاحتياج إن أنت محتاجة حد يطبطب عليكي ويحس بمشاعرك ويخفف عنك. فكل ده شيء طبيعي، ولازم تعترفي بالمشاعر دي وتشوفيها قدامك. إن الاعتراف بالمشاعر اللي جوانا والانتباه ليها أول خطوة إن انتي تعرفي تعالجي نفسك، وأول خطوة إن انتي تعرفي ازاي تتعاملي مع المشاعر اللي انتي فيها دي. فعادي شوفي مشاعرك ايه في اللحظة دي، انتي حاسة بايه. النقطة التانية إن أنا عايزاكي تعرفي قوي وتوصلي لمرحلة الوعي، الوعي بنفسك والوعي بالمشكلة اللي حاصلة دي سببها ايه وليه وعشان ايه، لأن دي كلها أسئلة جواكي. الوعي انك انتي تعرفي ان مشكلة ان جوزك بيبص بره، بيكلم بنات، مصاحب واحدة، بيكلم واحدة، بيخونك. لازم تعرفي ان ده عمره ابدا ما كان مشكلتك، ان دي مشكلته هو، وان ده طبعه هو. وصدقيني حتى قبل الجواز ده هيبينلك انه ده كان طبع فيه. وحتى لو كنت أجمل نساء العالم كله وكنت تمتلكي كل شيء وكنت مهتمية بيه جدا، برضك طبعه ان هو كده، دي فطرة. عشان تبقي عارفة وأول مرة تسمعي الكلام ده، انه فطرة ربنا اللي خلق عليها الراجل، انه بيحب الستات وبيحب البنات. بس الموضوع بيفرق في حد قريب من ربنا فبيحكم ضميره وبيحكم ربنا، فالموضوع عنده بيقل، لكن دي فطرة أصلا موجودة. لازم تفهمي إنه عقلية الراجل إنه بيحب المغامرة، بيحب المخاطرة، بيحب كل حاجة هي مش في إيده يدور عليها. هو مخلوق إن هو يخاطر ويغامر، ودي فطرته برضه. مش متعود على الروتين والاستقرار، لا، عايز حركة باستمرار، عايز تغيير طول الوقت، عايز إثارة. فكل ده مع الوسائل الحديثة بقى متوفرة جدا انه يفتح النت ويشوف اللي هو عايزه ويحقق الرغبة دي والفطرة اللي جواه. فما تلوميش نفسك ابدا ابدا وتحسي بالذنب، وده مش مبرر ليه برضك ان هو يسيب نفسه لفطرته ويسيب نفسه ان هو يعمل اللي هو عايزه بدون حسابات لمشاعرك وحسابات لربنا سبحانه وتعالى. فلازم تعرفي ان هو بيخون ربنا مش بيخونك انت. ومفيش حاجة اسمها خيانة زوجية، لكن في حاجة اسمها بيخون ربنا. وكون ان هو الراجل اللي بيطلع بره وبيمشي في علاقات، فده بيبقى راجل ضعيف نفسيا، ما عندوش القوة النفسية. في حاجة علميا بتقول ان الراجل البصباص اللي بيبص بره ويتكلم بنات ده بيبقى اصلا ضعيف، ضعيف جنسيا، فبيعوض ده بتبقى شهوته عالية جدا. فدي حاجة علميا بسبب موجودة علميا. كمان اللي عايزاكي تفهميها ان فطرة الراجل وطبيعته انه يقدر يحب اكتر من واحدة في نفس الوقت، ويقدر يكلم بنات، بس الراجل بيحب قوي بيته، يحب قوي مراته، يحب قوي ولاده. فمهما لف لف برضه هيفضل ان هو بيحب مراته ويحب ولاده. فمش معنى ان هو بيعمل كده وان السلوك ده غلط معناته ان هو مش بيحبك او مش مهتم بيكي. علاج المشكلة هنا إن انتي تفهمي مشاعرك، وتقدري تفهمي المشكلة، وتقدري تفهمي طبيعة وفطرة الراجل. فبعدها هتبتدي ترتاحي وتهدي نفسيا. أنا بقولك اقبلي المشكلة، اقبلي الراجل كله على بعضه، اقبليه بعيوبه بكل حاجة فيه، اقبليه. بس مش معنى القبول إن أنا أوافق على حاجة غلط، بس كون إن انتي تقبلي ده هيريحك انتي نفسيا، وده هيكون لصالحك انتي نفسيا. التالتة ان انا عايزاكي تنتبهي لنفسك، تنتبهي لنفسك، وان لازم تعرفي ان الالم اللي بيجيلنا عشان يوصل لنا رسالة. فاستقبلي رسالة الالم، استقبليها، تقبليها وافهميها. لان انتي لو تقبلتي الالم وفهمتيه هتبتدي ان انتي تروحي لخطوة جديدة خالص مختلفة.
ابتدي اشتغلي على نفسك وركزي في نفسك من جواكي. لكن طول ما انتي بتدوري على هو عمل ايه، هو بص ولا ما بصش، هو كلم ولا ما كلمش، ومشغولة بيه، في الدايرة دي كلها هتنسي نفسك، هتنسي الانتباه لنفسك. طول ما انتي ناسية نفسك معناته ان انتي مش بتعملي لنفسك قيمة، ولما ما بتعمليش لنفسك قيمة هو كمان مش هيشوف القيمة دي. لان اتفقنا ان طول ما انتي بتراعي نفسك وعارفة قيمتها وبتطبطبي عليها، طول ما ان الناس كلها اللي حواليكي هتشوف ده، وهتشوف ده جواكي، ويبقوا عايزين يجولك انتي ويتعاملوا معاكي لانه شايفينك حاجة كبيرة قوي. لكن انتي في الوضع ده انتي ناسية نفسك خالص، فانتي اللي في الاخر بتدفعي الثمن والوضع بيسوء اكتر. لنفسي ازاي؟ بان انا اعيش انوثتي. اعيش انوثتي ازاي؟ الانوثه في الفطره مش معناته ان انا احط مساحيق وروج واروح اظبط نفسي واعمل واسوي واغير عشان هو يجيلي. ده كل ده كلام فيكس خالص غلط. الانوثه معناها ان انا اكون حاسه بشعور الراحه مع نفسي، حاسه ان انا مبسوطه، وكل ده بيعم على اللي حواليا. ان انا قايمه بدوري كأنثى، اللي هي الطبطبه، اللي هي التطبيب، اللي هي صيانه اللي حواليا، سواء بقى زوجي، اولادي، كل اللي حواليا. ان انا قايمه بدوري، ماليش دعوه بقى هو قايم بدوره ولا لا. لان طول ما انتي مش قايمه بدورك هتحسي باضطراب وعدم اتزان. اعمل ايه يا دكتوره في شعور الاحتياج الرهيب اللي جوايا، بان انا محتاجاه له ومتعلقه بيه وهو بيروح لواحده تانية؟ شعور الاحتياج هيخليكي غير متزنه، هيخليكي بتعملي افعال وحاجات انت مش هتتخيليها. انك ليه بتعملي كده؟ ليه بتدوري في تليفونه؟ ليه متابعاه كل ده؟ ليه مشدوده ليه؟ ليه متعلقه بيه؟ فانت محتاجه ان انت تفكي التعلق ده، بان انت تقللي الاحتياج ده. هو احتياج فطري، الاحتياجات العاطفيه احتياجات فطريه، من حقك، من حقك تحسي بشعور الحب، القبول، الشوفان، كل ده من حقك. لكن لو انت زودتي الاحتياج وفكرتي فيه اكتر وجريتي وراه اكتر، هتبصي تلاقي نفسك غير متزنه، مضطربه طول الوقت، طول الوقت عماله تفكري، سايبه كل حاجه في الدنيا وعماله تفكري في ده بس. زي بقى برضك اشبه احتياجي، انا ما اقدرش اعيش من غيره، انا عايزاه، انا انا لازم هو يرجع لي، لازم يرجع لي. هو يرجع لك او مش يرجع لك دي حاجه خارجه عن السيطره بتاعت ربنا. خلاص، ده ابتلاء جاي عشان يوصلك رسالة ألم، ورسالة الألم دي اقبليها علشان هي عايزة توصلك في حتة تانية، عايزة تاخدك في حتة تانية، عايزة ترجعك لنفسك علشان تبني ذاتك، عشان تتعرفي على نفسك من جديد، عشان تشوفي حاجات تانية في الدنيا كتير. فاقبلي رسالة الألم وافهميها زي ما قلنا. تدوري على قيم تانية في الحياة، زي مثلا قيمة ان انا اربي ولادي، انتبه لولادي، قيمة ان انا اقرأ، قيمة ان انا اعمل حاجات تخليني مبسوطة. مش لازم ان انا انجح نجاح واو عشان انتقم منه. شيلي فكرة الانتقام لانه هيدمرك انت في الاول والاخر. لازم تبقي عارفة ان كل حاجة احنا بنعملها في الدنيا وبنقدمها، احنا اللي بناخد منها يا خير يا شر. فلو انت حطيتي في دماغك انك تنتقمي، فالانتقام صدقيني مش هيفيدك غير انه هيدمرك انت نفسيا. يعني انا ما اقولش بقى انا هروح انجح في حياتي عشان اوريله انت خيانتك دي، بص انا ناجحه ازاي عشان يشوفني. لا، انا بنجح عشان نفسي، عشان اوريني انا مين. طول ما انت مركزه معاه، طول ما انت محتاجه تفكي التعلق ده، ومحتاجه ان انت تبصي لنفسك انت، تركزي على نفسك انت، ومن خلال نفسك دورك، او هتخدمي كل اللي حواليك، هتبسطي كل اللي حواليك. فانتي ركزي على نفسك، انشغلي بنفسك. طول ما انتي بتنشغلي بنفسك علاقتك بربنا اول حاجة هتبقى كويسة. طول ما انتي بتنشغلي بنفسك علاقتك بزوجك هتتصلح، صدقيني هتتصلح. طول ما انتي بتنشغلي بنفسك علاقتك باولادك وحياتك هتبقى من نجاح لنجاح، وهتبقي مرتاحة. فالشعور اللي احنا بنحس فيه براحة، فده هو الشعور المطلوب. انا اسألي نفسك انتي حاسة بايه؟ انا حاسة براحة، تمام، يبقى كويس قوي، نحمد ربنا على ده. طب انا مش حاسة براحة، انا حاسة بقلق، انا حاسة فشعورك هو اللي هيفرق معاكي. مفيش حاجة في الدنيا كلها تقدر تاخد منك شعورك وتحسسك حاجة غيره. لانك انت لما بتبقي قلقانة بتبقي فعلا قلقان، لما بتبقي خايفة بيبقى فعلا انت خايفة. محدش يقدر يدخل جواكي شعور تاني. انا ما اقدرش اقولك لا انت مش خايفة، فشعورك هو حقيقي. فممكن انت تختاري، وعندك حرية الاختيار ان انت تختاري شعور الراحة بدل من شعور الخوف والقلق والتركيز على مشاعر الخوف والقلق. اختاري شعور الراحة، ليكي الحرية ان انت تختاري، والانسان ربنا مديه حرية الاختيار في مشاعره.
يقدر يختار منها الحاجة اللي هو عايزها ويعيشها هنا ودلوقتي. الرابعة، ان انت سيبي رحلتك اللي انت عايشاها في حياتك وفي دنيتك سيبيها لله. احيانا لما بنفقد السيطرة بنبقى خلاص مش لاقيين حاجة نعملها، بتبقى حاجة احيانا خارجة عن سيطرتنا، بنبقى محتاجين ان احنا نسلم مش نستسلم، لانه ساعتها بيبقى ربنا اراد كده وقدر كده علشان انتي ترجعي لذاتك، عشان ترجعي لنفسك، عشان تبني حاجات جديدة عمرك ما شفتيها، وتشوفي حاجات جديدة عمرك ما تعرفيها، عشان تبتدي ان انتي تصلحي علاقتك بالله سبحانه وتعالى. لانه الله سبحانه وتعالى لو بسط الرزق للناس في الارض لبغوا في الارض، ودي آية قرآنية موجودة. فلو ربنا بسط لك الرزق واداكي الراحة واداكي الزوج اللي انتي عايزاه، الزوج المثالي، واداكي كل حاجة، انتي نفسك مش هتعرفي اي حاجة عن نفسك، مش هيبقى فيه ألم يفوقك كده عشان تروحي لربنا وتعرفي حاجات جديدة، او تبقى رحلتك في اخر الدنيا رحلة سعيدة. ممكن ان انتي كتر ما انتي في سعادة وفي راحة، انتي خلاص في وضعية راحة، فانتي خلاص مفيش جديد تستكشفيه، مفيش حاجة هتعرفيها وتدوري عليها. لكن هنا الألم هو اللي هيحركك، احتياجك لله سبحانه وتعالى هو اللي يخليكي قوي تروحي له وتشوفي حاجات جديدة عمرك ما شفتيها. نور من ربنا سبحانه وتعالى يحسسك ويطمن قلبك ويريحك، أكبر من زوجك، أكبر من علاقتك، وأكبر من إن أنت تشبعي احتياجك من زوجك بس، يعني ممكن تشبعيه من الله سبحانه وتعالى. حاجة بتيجي عشان تخليكي قوية وأكثر صلابة نفسية، حاجة بتخليكي تكتسبي مهارة جديدة، تغيري أفكارك القديمة، تبقى مشاعرك في نواحي تانية خالص، ممكن بسببها تكون خطوة لحاجة قدام انتي ما تعرفيهاش. فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لازم تبقي عارفة ان انتي ممكن تكتسبي معاملة جديدة مع زوجك. ممكن فيديو زي ده هتبتدي تدوري وتبحثي على النت على اي فيديو وتلاقي الفيديو ده تفتحيه، ممكن يكون حاجة جديدة، مهارة اكتسبتيها تعرفيها في معاملتك مع زوجك تغير من زوجك. انا عايزاكي تخرجي من حولك وقوتك لحول الله وقوته، وتكسري من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وصدقيني هيبقى يعني كتير قوي قوي جربوا ان هم يحوقلوا الحوقلة والاستغفار، حياتهم انصلحت وحققت معجزات والله العظيم وعن تجربة. ده رسالة من ربنا انك انت تكتسبي عادة ان انت تستغفري ربنا وتقرأي قرآن، ويبقى ده من عاداتك اليومية. النقطة رقم 5، انك انت عايزاكي تتعاملي بقى ازاي مع زوجك، تتعلمي ازاي مهارات ان انت تتعاملي في الموقف ده والوضع ده. اولا احنا قلنا ان انت هتقبليه زي ما هو كده، لان انت لما بتضطربي من جواكي هو بيضطرب، ولما هو بيضطرب انت بتضطربي. شفتي العلاقة عاملة ازاي؟ فالعلاقة ما بينكم لما حد فيكم بيضطرب التاني بيضطرب، حتى لو هو مش موجود في نفس المكان. لو انا قاعدة متضايقة او مخنوقة او زهقانة وجوزي في الشغل، ابص الاقي جوزي هو كمان حاسس باضطراب وقلق وزهق. فحاولي تستعيدي توازن نفسك واتزانك عشان تفكري بعقلك مش بمشاعرك، فتعرفي تتعاملي مع الموقف ازاي، ما تلخبطيش الدنيا والجو. وقلتلك ان انتي تقبليه كما هو، مش توافقي على اللي هو بيعمله، وتتعاملي معاه في النقطة دي ان هو مريض في الحتة دي، انه عنده اضطراب في الحتة دي، محتاجة ان انتي تتعاملي مع الاضطراب ده ازاي، برضك هنتعلمه مع بعض. اول حاجة بطلي الولولة والشكوى واللوم والعتاب، بطلي الحاجات دي خالص من حياتك نهائي. بطلي تشتكي من اي حاجة، عشان يعني الشكوى دي في حد ذاتها شعور سلبي، وشعور بيخلي اللي حواليك ينفروا منك. بطلي تشتكي، بطلي ان انتي تلومي تحسسيه بالذنب طول الوقت، بطلي ان انتي تنتقديه. انسان بيحب يعيش مع حد حاببني وحابب اللي جوايا كله، ما احبش اعيش مع حد شايفني بصورة مش كويسة هبقى مش طايقاه وهنفر منه. فانت حاولي قدر الامكان ان انت ما تواجهيش زوجك بهذه المشكلة وهذا العيب، لانه هيحصل له مقاومة، هيحصل له ان هو يرفض اللي انت بتقوليه، هيقلب الترابيزة عليكي وهتبقي انت اللي خسرانة. حاولي ان انت قدر الامكان ما تواجهيش، لان ده الحاجة لما بتبقى زي ما ربنا قال بتبقى في السر وتخليها في العلن الموضوع بيكبر. فحاولي ان انتي قدر الامكان تكوني، انا عارفه ان ده صعب عليكي، ان الموضوع يكون فيه سريه كده وانتي بتتعاملي مع المشكله. التانية ان انتي تخلي المقوله دي، نفسك ان لم تشغلك بالحق شغلتك بالباطل.
فزوجك طول ما هو شايف إنه ما فيش حاجة تشغله، ما فيش حاجة جديدة، ما فيش مخاطرة، ما فيش مغامرة، هيعمل كده. فلازم تبقي عارفة إن أنتِ تستبدلي العادات القديمة اللي عنده بعادات جديدة. طب إزاي بقى؟ يعني مثلًا إن هو قاعد على التليفون اقعدي جنبه، واقعدي جنبه بحنية وبأنوثة وبرقة، اتعلمي إزاي يكون إيديكِ تستعمليها معاه، بإن أنتِ تطبطبي عليه، إن أنتِ قاعد مثلًا تحطي إيدِك على شعره وتملّسي إيدِك على جسمه، كل ده يعني رسايل بتوصّل له إن أنا باحبك. بلاش بقى إن أنتِ بقى تهتمي أوي، أوي بزيادة وتركيزِك كلّه معاه وطول الوقت يا حبيبي أنت كلت إيه وعملت إيه موضوع يبقى over عندِك، اهتمام بأنوثة عشان أنتِ أنثى، مش عشانه برضُك عشانِك أنتِ. أنا باهتم بيك كدوري كأنثى، أنا أنثى فأنا مثلًا باهتم بيك، باهتم بيك الاهتمام الطبيعي، مش الover علشان هو يحس إن في مشكلة فأنتِ بتعملي كده. لأ أنتِ حاولي حاجة كمان خلّي بالِك منها في العلاقة، خلّي في نوع خاص، لإن دي أكتر حاجة بيهتموا بيها وأكتر حاجة بتفرق معاهم وأكتر حاجة تقدري تدخلي له منها إن أنتِ تحسّسيه إن دي المغامرة، ودي كل يوم في قصة جديدة، في تجربة جديدة معايا، عن طريق إن أنتِ الخيال بقى تلعبي على دماغه وخياله، مش لازم وقت العلاقة بس، يعني وهو في الشغل قالوا اعملي له قصة كده سيناريو عن الموضوع دوّة، عن الحاجة دي، فهو رايح الشغل اعملي حركة كده يكون فيها جراءة شوية إن أنتِ مشتاقة له وعايزاه وكده، فطول الوقت حسّسيه إن في جديد عندِك، في مفاجأة. الحاجة كمان اللي عايزاكِ تعمليها مع زوجِك اللي بيكلم واحدة ست أو عيني زيها، إن أنتِ تشغليه بيكِ. يعني مثلًا زي ما أنت برضُك ممكن تفكّر برّه تكلّم واحدة و2 و10، أنا كمان متعرّضة إن ممكن أي حد يبقى عايز يكلّمني ونتيجة الاحتياج اللي عندي ممكن أقع في اللي أنت بتُقع فيه، ممكن أضعف زي ما أنت بتضعف. قولي له بكل حُب وحنيّة، الكلام متغلِّف بس من جوّاه كده حاجة تخلّيه يتوغوش، يقلق، يفكّر فيكِ. مثلًا يا حبيبي إمتى بقى هتقرّب منّي، أنا حاسّاك بعيد أوي، يعني إحنا في زمن الفتن وأنا جوايا احتياج أوي لإن أنت يعني أسمع منّك الكلام الحلو اللي أنت دايمًا بتقوله لي ده من زمان ما سمعتوش، الدنيا بقت وِحشة والناس بقت وِحشة، ما كنتش أنت تصونّي مين اللي هيصونّي، إن ما كنتش أنت تدّيني دوّة مين اللي هيدّيني دوّة، أنا باحبك وخايفة على نَفْسي. فكلام من تحت لتحت ده بقى إيه، يخلّيه يتوغوش كده ويقلق ويفكّر فيكِ ويقول هو أنا اللي أنا باعمله برّه ممكن يتعمل فيّا، فهو بقى ساعتها هيبتدي يهتم بيكِ وياخد باله منِّك. حاولي تعملي له تغيير في حياته، بحيث إن هو دايمًا تشغليه بيه، مثلًا تغيير في شكل البيت، حتى لو هتشيلي حاجة وتحطيها في مكان مختلف، تغيير في أكلة، تغيير في أي حاجة وتسأليه وتاخدي رأيه وتشغليه بالتجديد وبالتغيير. طب هنعمل إيه؟ طب في مشكلة، خلّيه يشترك معاكِ، خلّيه يشترك معاكِ في البيت، خلّيه يشترك معاكِ في تربية الأولاد عشان دماغه دي تبقى مش فاضية لأي حاجة. الفيديو أشكركم وأتمنى تكونوا استفدتوا بالفيديو، ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصل لكل الناس وتعُم الفايدة. شكرًا ليكم، كان معاكم الدكتورة هند عزت.